ده ما شاء الله عملت شغل كتير ده جدا تاني. جدا. بصوا يا جماعه، حرفيا تحف فنيه. يعني ده شكل اهو، ده شكل برضه تاني. ده اسد أهو. بس ده لسه برضه ما اتشطبش، تمام. يعني لسه انا ما خلصتش. عايز له شغل كتير. لسه في تأبيب، يعني الحاجات دي بتبقى بارزة. هي اسمها كلمه تأبيب. تأبيب تأبيب يعني ان انا ابرز تفاصيل القطعه اللي موجوده ايوه فيه. الحاجات دي كده تروح فين؟ هل هي بتتباع كتحف فنيه كده، ولا بتركب في شغل معين، ولا بتتعمل ايه بالظبط؟ ده بتاع سروج، يعني سروج حصنة. والله السرج بتاع يعني الحصان. ده بيركب في السلك في بتاع السرج بتاع الحصان. ما شاء الله. النحاس الاحمر والنحاس الاسود، الشغل ده بيختلف عن ده ولا هو؟ لا بيبقى هو بس التاني بيبقى عايز حرفة اكتر الاحمر. الاحمر. بمعنى ايه عايز مش حرفة مش أكتر؟ اي حد بيدق في الاحمر برضو ممكن. مش عايز دق الغباوة، مش عايز برضو حد بيفهم بيدق فيه. بص النحاس الاحمر طري خالص. كده بجد؟ بس ده نحاس نحاس احمر. قصدي نحاس خام مش متشكل. نحاس احمر، لا نحاس خام لسه. الليونه اللي النحاس ما هو ده النحاس الاحمر بقى. اه غير الاصفر. الاصفر شديد شويه. الاصفر بيبقى فيه برضو يعني ايه، يعني بيبقى فيه صلابه سنه، يعني هو يعني. دي طبعا رسمه دي رسمه لسه هتتنفذ. تشتغل عليها. يعني هو على حسب الصنايعي. في صنايعي معلش، يعني ما يقدر يعني ملوش جلد ان هو يقعد يدق حته زي دي. بصوا يا جماعه صغر بس دي مقاسها صغير جدا، مفيش جلد ان هو يقعد يعمل الكلام ما دوت. يقدرش يشتغل على دي. وما عندوش عده او اقلام او الكلام ده، او عنده صبر ان هو يقعد يعمل بقى باقلام ضفر رفيعه او الكلام دوت. العده اهي، واخد بالك. يعني بص انا عندي قلم ضفر اهو رفيع. تمام. رفيع جدا. دي عدتك، وكل قلم هنا ليه شكله. ليه قصه وليه شكل وليه طريقه وليه استخدام معين. صح؟ يعني مفيش حاجه بتعمل مكان حاجه. يعني ممكن على حسب الصنايعي قلت لك. ده ما شاء الله عملت شغل كتير جدا كده. جدا. بصوا يا جماعه، حرفيا تحف فنيه. بالراحه علينا كده، واحده واحده، ورينا الجمال ده. للاسف الحاجات دي طلعت طبعا مش موجوده، فمش عارفين نشوفها على الطبيعه. بس هي كده اجمل بكتير من الصور يعني. انت عملت اشكال كتير، وعندي فضول اعرف ازاي قطعه زي اللي انت شغال فيها دي طالعه للسرج بتاع خيل. ممكن توريني حاجه قريبه او صوره قريبه من الموضوع عشان افهم بس؟ يعني ده هو سرج. ايه الجمال ده بجد. يعني دي القطعه ده كده اتشطب خلاص اللي في بقى ايدك راكب. بعد ما ايه المرحله اللي بعد كده؟ يعني انت وريتنا التربيس هنا، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ في بقى واحد بياخد ينشر وبياخد يلمع وبياخد يطلي. كذا مرحله في كذا ورشه. يعني هم كلهم مكملين الصنعه بتاعتك دي. كل واحد، بس هي الاساس في ايدك. كل واحد في صنعته. التشكيله بتاعتك انت من الاخر. يعني البدايه انا البدايه عندك.